كيبدا الفيلم فاش كنشوفوا واحد الطياره كتوصل للمطار وكيخرج منها اكبر زعيم ديال العصابات المخدرات في كولومبيا، ومن بعد كيمشي مع الحراس الشخصيين ديالو للقصر ديالو اللي كيكون كبير. تما كيحط المكانه ديالو يبدل حوايجو ينزل لابيسين يعوم. وهو كيعوم بانت ليه واحد المكانه في قاع لابيسين كتشبه المكانه ديالو، نزل باش يهزها وفجاه جمع ليه واحد الشخص كان تحت الماء وبدا كيخنق فيه. الزعيم حاول يقاوم ولكن في التالي مات. الحارس كيدوز كيشوف الزعيم ما كيتحركش، القتيل بدا كيحرك الجثه من تحت باش يبين الحارس بحال الا كيعوم وما يشك في والو. خرج دغيا لواحد البيت وبدل حوايجو، وفي ديك الوقيته الخدامه شافت الزعيم ما كيتحركش وضرباتها بواحد التغويته. الحراس جراو للقصر كاملين وترونات القضيه. القتيل خرج من البيت باللبسه ديال الخدامه وقدر يهرب من القصر، وكلشي صحاب ليهم باللي الزعيم جاتو سكته قلبيه. القتيل بدل حوايجو وهز ساكو وجرى جيت واحد القنطره كانت دايزه واحد السفينه ديال البترول ونقص فوقها وكنشوفوه شاد فيها. من بعد القتيل وصل لميريكان وعرفنا باللي سميتو ارثر بيشوب وخدام مع منظمه سريه المهمه ديالها هي تصفي اي واحد كيوقف في طريق المصالح ديالهم. مشى لدارو اللي معزوله على الناس ودخل وحل بلاصه العمليات اللي فيها التصاور والمعلومات على الزعماء المخدرات وطرق الهروب. السر ديال بيشوب هو انه كيرد اي جريمه قتل كانها حادثه عرضيه او موت طبيعي. خرج من دارو مشى لواحد الريستورا وتم تلاقى بهاري اللي في كرسي متحرك وقال ليه وليتي بحال شي آلة، داكشي علاش كنعطيك غير المهمات الصعيبه. وهنا كنعرفو هو الباترون ديالو. بيشوب كيسولو على ولدو ستيف. هاري قال ليه باللي تجرى عليه من الخدمه حيت كان غيقتل صاحبو ولكن حس باللي خيب ليه ظنه. ومن بعد مشى بيشوب وهز معاه الفلوس ديال العمليه. دازت ايام قليله وتعطات لبيشوب مهمه جديده ولكن الصدمه كانت كبيره فاش عرف باللي الهدف هو صاحبو عشيرو هاري الباترون ديالو. بيشوب ما دوزهاش وبغى يثيق واتصل بالمختصين باش يتاكد ولقاه باللي المعلومات صحيحه. من بعد طلب يتلاقى مع دين ساندروس اللي هو الرئيس الكبير ديال المنظمه، صيفطوا ليه الطياره خاصه وتم تلاقى مع الحارس الشخصي ديال الرئيس وعجبو الخاتم ديالو وعرف باللي داك الحارس كان بطل العالم في الملاكمه. فاش كان غادي مع دين بيشوب سولو علاش باغي هاري. دين جاوبو باللي شحال هادي صيفطوا فريق ديال 5 الناس باش يصفيو واحد هدف مهم في جنوب افريقيا ولكن العمليه فشلات وداك الهدف هرب والفريق كامل تقتل. دين اكد لبيشوب باللي كان خائن وسط منهم وهو اللي سرب المعلومات وهاد العمليه ما كان عارفها حتى واحد من غيره وهو هاري. وزاد وكمل ليه هاري شارف وعاجز وعليه الديون واطنان ديال المشاكل بسبب الطلاق والمصائب ديال ولدو ستيف، وراه بروفات بنكيه فيها الملايين داخله لحساب هاري. وقال ليه موت هاري ما فيش الرجعه حيث ولا كيشكل خطر على المنظمه. واختار بيشوب حيث هو اقرب واحد ليه وباغي يموت متهني. قال ليه قدامك 48 ساعه باش تنفذ المهمه او لا غيصيفط وحدين اخرين يصفيوها ليه. بيشوب رجع لدارو وهو تالف ومتردد بزاف. وبالليل فاش كان هاري في الخدمه اتصل بيه بيشوب وقال ليه باللي رجال دين جايين يقتلوه وطلب منه يقطع الضوء. وبالفعل هاري قطع السلوكه ديال الضوء والكاميرات وقفوا. بيشوب بدا كينحت ليه الطريقه للهروب حتى يوصل للكراج. تما تفاجأ هاري باللي الطوموبيله ديالو محلوله وخرج ليه بيشوب. وهنايا هاري عاق باللي بيشوب ماشي جاي يعاونو وانما داير ليه فخ باش يقتلو ويبينها بحال كانها سرقه طوموبيله فاشله. هاري جبد فردي ديالو وضرب 3 القرطاسات في الطوموبيله ديالو باش يقاد السيناريو ديال السرقه. عطى الفردي لبيشوب. بيشوب سولو علاش ما قتلتينيش. هاري جاوبو باللي هما غيصيفطوا ليه الناس حتى يموتوه وكيفضل انه يموت بيد صاحبه ولا يد واحد اخر. بيشوب ضربو بقرطاسه للقلب وكان حزين بزاف حيت اضطر يقتل صديق العمر ديالو. وفي الجنازه بان ستيف ولد هاري ومشى عنده بيشوب باش يواسيه. ستيف طلب من بيشوب يوصلوا لدار والديه وتما بدا كيشوف الحوايج ديال باباه اللي كان كابيتان في الجيش. ستيف قال لبيشوب باللي حساب بابا خاوي والبنك غيحجز ليه على الدار وحلف باللي غينتقم من اللي قتل باباه. ها هو حداك بلا ما تمحن غير بالي وهو كيتسأل كيفاش يقدر واحد يقتل راجل شارف في كروسه متحركه. بيشوب كان حاس بالذنب وهو كيسمعو وخرج وخلاه. ستيف بقى بوحدو وبدا كيسكر كالعاده ومن الغضب ديالو كيضرب القرطاس في الدار. واحد الليله وهو في الطوموبيله قرب عنده واحد الشفار هددو بالفردي باش يسرق ليه الطوموبيله ولكن ستيف دغيا غلبو وبدا كيضرب فيه بالعنف حيث كيصحاب ليه هو اللي قتل بابا. يلا باغي يقتلو. هو يبان بيشوب ونقضو في اخر لحظه حيد ليه الفردي وجرى على داك الشفار وحضر ستيف وقال ليه خاصو يرد البال الافعال ديالو ويسيطر على راسو. نهار تاني كنشوفو بيشوب كيخرج من السوبر مارشي. تما جا عنده ستيف وقال ليه فكر داكشي اللي وقع البارح وباغي يولي بحالو. بيشوب دار راسو ما فهم والو ولكن ستيف اكد ليه باللي عارفو مزيان شنو كيدير وعارف باللي بابا هاري هو اللي علمو كاع الاسرار. بيشوب رد عليه غير سير داركم.
بيشوب هو رجع لدارو وقف قدام واحد الباطو وعجبو باغي يشريه، والحارس نصحو يتبع القلب ديالو، وبيشوب ابتسم وكمل طريقو. وبالليل بقى كيشوف التصويره ديال هاري وكيحس بالذنب، وقرر في التالي اعاون ولدو ستيف. اتصل بيه وقال ليه بلي يتلاقى معاه غدا في واحد البلاصه، وفاش تلاقاو بيشوب دا ستيف لواحد المحل وشرى ليه كلب صغير، وحضروا الانتقام يقدروا يقتلوا، وخصو ينسى التصرفات المهاوره، وطلب منه يعتني بالكلب ويمشي لواحد القهوه محدده يوميا لمده ساعه. وفي هذا الوقت بيشوب بدا كيدربوا على انواع السلاح، وستيف بدا كيدرب دغيا. وفاش البنك حجز على الدار ستيف مشى سكن مع بيشوب. واحد النهار بيشوب كان كيقاد في الطوموبيله اللي قال ليه باللي عامين وهو خدام عليها، ومن بعد مشاو عند واحد الشخص كان بيشوب متفق معاه على شي خدمه، وفاش عطاه الفلوس باغي يحسبهم، وبيشوب هجم عليه وخنقو حتى مات، ورد الموت ديالو كانها انتحار. ستيف تما عارف بلي بيشوب باغي يتعلم ويشوف التنفيذ بعينيه، ومن بعد بيشوب عطى ستيف ملف على هدف الجديد سميتو بروك، وهو قاتل محترف كيمشي لنفس القهوه كل صباح وكيموت على الكلاب الصغار وعزز عليه الشباب، يعني من صحاب قله الحياه. وبالفعل بروك تعرف على ستيف في القهوه وبدا كيجبد معاه الهضره. بيشوب عطى ستيف واحد المخدر باش يحقن به بروك ويوقف ليه قلبه. وفاش تلاقاو في البار ستيف باغي يدير ليه الدواء في الكاس، ولكن تراجع حيت باغي يقلد بيشوب ويقتله بطريقه احترافيه. بروك عرض على ستيف يمشي لدارو وستيف وافق، وتما في الدار بداو كيهضروا، وفجاه ستيف جبد الصمته وحاول يخنق بروك، ولكن بروك كان غليظ وقوي عليه وبدا بيناتهم ضربه عنيفه. ستيف ضرب بروك بطورنوفيش شحال من مره في كرشو، ولكن بروك ما طاحش وكيضرب ستيف حتى طيحوا للارض، وهو يهز الطورنوفيس باش يقتلو. وفي اخر لحظه ستيف هز واحد الحديده ديال الشوميني وبدا كيعطي لبروك بقوه الراس حتى صفاها ليه. ومن بعد كنشوفو بيشوب وهو مقلق بزاف حيت ستيف ما دارش داكشي اللي اتفقوا عليه وخلى الجريمه مرونه. داز ايام وتواصل بيشوب بواحد الصاك فيه الفلوس ديال العمليه والتليفون وملف. فاش اتصل جاوبو الرئيس دين اللي كان معصب حيت بيشوب دخل معاه ستيف في الخدمه، ولكن بيشوب قمعو قال ليه هادشي كيهمو بوحدو. وتما دين سولو على واحد السؤال قاصح، واش ستيف عرف بلي انت اللي قتلتي باباه؟ وبيشوب هنا بقى كيشوف وما جاوبوش. دين اكد عليه بالعمليه الجايه المهم خاصها تدار دغيا. وكنشوفو بيشوب وستيف بداو كيخططوا المهمه. الهدف هاد المره هو واحد سميتو اندروفون، الزعيم ديال واحد الطائفه دينيه دار الملايين بسبب المراكز والتلفازه، وقرروا يحقنوا بجرعه عاليه ديال الادرينالين باش تبان موتو طبيعيه. كراو البيت اللي تحت منه في الاوتيل وبداو كيتسلقوا الحيط وزرعوا كاميرات باش يراقبوا كل تحركات اندرو الداخل والخارج ديالو. وبيشوف دخل لبيتو من البلاصه ديال القوادس ديال الماء، وستيف دخل كاميرا صغيره من فتحه ديال التهويه باش يشوف الغرفه كامله. وفجاه دخل الطبيب ديال اندرو وعطاه الحقنه ديال الكاتامين. بيشوف مرض هنا وقال ستيف بلي الكاتامين كيخسر المفعول ديال الادرينالين، يعني الخطه تبدلات وخاصهم يقتلوا بيديهم. وغير خرج الطبيب يهضر في التليفون. دخلوا للبيت من جهه المرايه، ستيف خشى ليه واحد التيو فمو وبداو كيخنقوه تقطع ليه النفس ومات بحال لا موت طبيعيه. خرجوا دغيا من تما. الطبيب فاش رجع لقى القلب ديال اندرو وقف وتصدم هنايا، عيط للحريس وهو تالف. وفي هذه اللحظه واحد اللعيبات اللي ركب بيشوب فيها الفتحه ديال التهويه طاحت منها واحد البولون، والحراس شافوه وما يشكوا. واحد منهم مشى يحيد المرايه باش يشوف شنو كاين. صدق ستيف ضربو بالقرطاسه، ثم بدات الروينه والقرطاس من كل جهه. بيشوب قدر يصفيها لواحد بواحد ولكن كتر، وكلما كيتعطلوا غيتفرشوا. ونقز من البيت للسطح ديال العماره اللي حداهم. ستيف حتى هو قدر يصفيها اللي هجموا عليه وتباع بيشوب. هزوا الحبال وقدروا ينقذوه من تما. في اخر لحظه واحد الحارس كيرش عليهم بالقرطاس غير وصول لحد ديال الحبل. بيشوب جرد ستيف ودخلوا لعنده، ومن بعد خرجوا من الاوتيل وسط الزحام ديال الناس بحال لا ما وقع والو. بيشوب اكد على ستيف هنا كل واحد فيهم خاصو يرجع في الطياره بوحدو باش ما يشكوش فيهم. فاش كان بيشوف في المطار فجأة شاف واحد خينا كيعرفو، وكانت صدمة هي ان هاد الشخص هو سيباستيان اللي كان كيصحاب ليه تقتل في ديك العملية ديال جنوب افريقيا اللي قال عليها بين. بيشوف تبعو وطلع معاه للطوبيس وبدا كيستنطق فيه باش يعرف الحقيقة. سيباستيان غيصدمو واعترف ليه باللي دين هو اللي عطاه الامر باش يقتل كاع الفريق ويغبر الاثار ديالو. هاري بابات ستيف كان ضد ديك العمليه وكان غيدير ليه المشاكل كبيره في المنظمه، وداكشي علاش دين باغي يحيدو من طريقه وناضت مضاربه على بيناتهم. بيشوب بغا ينتقم وسيباستيان حاول يخنقو، ولكن بيشوب غلب عليه وضربو بواحد اللعيبه للعين ودفعوه لاحو من الشرجم ديال الطوبيس.
وجات واحد الطوموبيله طايره عفطت عليه وصفاتها ليه. بيشوب رجع للبلاصه ولكن ما لقاش الحراس وما لقى حتى سفينه كبيره. تما شك بلي القضيه فيها إناء واخواتها، وبالفعل وصلت الطوموبيله فيها رجال ديال الدين جايين باش يقتلوه. بيشوب خرج لهم من تحت الماء وضرب واحد بالسهم ديال الصيد رجليه وهز ليه فردي وصيفط البقيه الاخيره، ولقى الحارس مقتول ومليوح في الماء. هز التليفون واحد من دوك اللي قتلو واتصل بدين وقال ليه باللي راه جاي يخلص الحسابات اللي بيناتهم، وقال ليه صعيب تلقاني. من بعد اتصل بستيف ولقاه بلي حتى هو محاصر من الرجال ديال الدين في دارو. بيشوب قال ليه بلي كاين الفردي على اليسار ديالو تحت المخده وراه مشارجي غير هز وبقى ضرب. وستيف زرب عليهم وهز الفردي وبدا كيصيد فيهم واحد بواحد حتى قضى عليهم كاملين. وبيشوب مشى عند ستيف وقال ليه يجمع الماتيريال، ودخل البيسي وقلب على المعلومات على داك الخاتم اللي كان لابس الحارس ديال الدين باش يوصل لهم. وفي هاد الوقيته اللي كان فيه ستيف كيجمع الماتيريال طاح ليه واحد الصندوق، وكانت الصدمه فاش لقى فيه الفردي الشخصي ديال بابا هاري اللي كان ديما كيهزو معاه وعارف باللي بيشوب هو اللي قتلو. وفي الجهه الاخرى بيشوب قدر يوصل لهويه الحارس، هز الساكو ومشى عند ستيف اللي كان مصدوم وحاقد ولكن ما بين والو. وفي الطريق سولو واش عمرك فكرتي في دوك الناس اللي قتلتيهم؟ بيشوب قال ليه لا. رجع ستيف وسولو واش عمرك قتلتي شي حد كتعرفو؟ بيشوب استغرب وقال ليه من بعد ما مشاو للدار ديال الحارس الشخصي ديال الدين اللي سميتو فينيش، ستيف ضربو بقرطاسه لرجلو وجابو مرتو وبنتو. بيشوب شد البنت وحط ليها يديها قريبه للمونينيكس وهي خدامه، وهددو باللي غادي يطحن ليها يديها الا ما قالش ليه فين كاين دين. فينيش سكت في الاول ولكن بيشوب خشى ليها يديها وبدا فينيش كيغوت وعطى العنوان. وبيشوب غير كان كيخلعو حيت فاش خشى شي حاجه في الخلاط كانت غير الطريف ديال اللحم ماشي يد البنت. اتصل بيشوب بدين وسولوه شحال خدا باش يقتل هاري. بدين جاوبو بكل برودة الدم 50 مليون دولار. عرض على بيشوب ياخذ منه 10 المليون ويقلب الصفحه، ولكن بيشوب حلف حتى ينتقم منه وقال ليه راه وصل ليه. دين تخلع فاش شاف المكالمه جايه من غرفه الاجتماعات في المبنى ديالو وعيط للحراس باش يخرجوه دغيا، ولكن بيشوب كان لعب ليه بالريزو ديال التليفون غير باش يخلعوه يخرج برا. وبيشوب حط كاميرات في الكراج وستيف مشى شفر طوبيس كبيره كيف ما اتفقوا. وفاش خرج دين مع شله ديال الحراس بيشوب كان مراقبهم بالكاميرا، تحرك بطوموبيلته وضرب وحده من الطوموبيلات ديال الحراس بقوه ودين حاول يهرب، ولكن بيشوب ركب في الكاميو كبير. ومن الجهه الاخرى جا ستيف بالطوبيس باش يحاصروا بجوج جهات، وستيف دخل الطوموبيله ديال الحارس بقوه وقدر ينقاز قبل ما ينفجر الطوبيس. دين بغى يرجع للور وصدق لقى بيشوب دخل فيه بكاميو وهز الطوموبيله ديالو حتى تقلبات وهو كان مازال عايش. وبيشوب وستيف خواو فيه كاع القرطاس اللي عندهم حتى صفاو عليه. وهما راجعين ستيف سول بيشوب شنو هي الخطه دابا، وبيشوب رد عليه خاصنا نغبروا وبسميات جداد وخدمه جديده. وقفوا في واحد ستاسيون، ستيف نزل باش يعمل المازوت ولكن خلى الخرطوم كيقطر تحت الطوموبيله ودار راسو غادي يشري شي حاجه. وتما جبد الفردي ديال بابا هاري وضرب قرطاسه في الطوموبيله اللي تفجرات بقوه وبيشوب وسط منها. ومن بعد كنشوفوا ستيف مشى لدار بيشوب وشعل الموسيقى وهز ديك الطوموبيله اللي كان بيشوب كيطلع فيها عامين وزاد ومخلي الدار وراه. وفجاه لقى ورقه مكتوبه فيها الرساله من بيشوب كتقول الا كنتي كتقرا هاد الرساله عرف راسك ميت. وفي ديك اللحظه تفرقعت الطوموبيله بستيف وسط منها، وفي نفس الوقت وقع تماس كهربائي في الدار بسبب الموسيقى وتفرقعت الدار كامله. ولكن المفاجاه هنا هي فاش شافوا كاميرات المراقبه ديال الستاسيون ولقاو واحد الشخص قدر يخرج من الطوموبيله ثواني قبل ما تنفجر. وطبعا هاد الشخص هو آرثر بيشوب. وهنا غنكون وصلنا لنهاية الفيلم، اما القصة مازال طويلة وفيها الجزء الثاني. الا بغيتو ملخص ديالو قولها لي في التعليقات وديروا لايك لهذا الفيديو وبارطاجيوه مع اصدقاء ديالكم، وشكرا على المشاهدة.